في اغنيه بتقولك ايه؟ بتقولك السفر مسافات ودتني وجابت، والطريق جما طال روحي فيا دابت، والنجوم سطعت نورت طريقي، والوصول ليس غايتي لكن الطريق. طويلة بقى. الجملة دي بحبها ليه؟ أو الأغنية دي بحبها من وأنا في اسكندرية. سواء أنا بيقول إيه؟ بيقول إن السفر مسافات، يعني كأن السفر مسافات ودتني وجابتني. أنت في الرحلة تحس إن الطريق بيعمل فيك حاجة. يعني أنا كنت فين وبقيت فين؟ أنا كنت عامل إزاي؟ أنا إيه اللي وداني هنا؟ نفسيا شعوريا أنت كأنك بتترحل وأنت مسافر، تترحل من أرض الأرض. السفر مسافات ودتني وجابت، والطريق لما طال انت ما اتضايقتش، لا، روحي فيا دابت، اتونس بنفسه اكتر، والنجوم سطعت نورت طريقي. وكأنه عارف يشوف النجوم انها نورت طريقي، مش ان هو يقعد متضايق الدنيا ليلت بس، لا، هو عارف يشوف ان النجوم جت نورتها له. والوصول اللي هو أزمة كل مسافر، ان هنوصل امتى، الطريق، النتيجة. والوصول ليس غايتي. امال انت هدفك ايه يا حاج؟ قال لك لكن الطريق اللي انا همشيه، اللي هو في الاول بيشتكي منه او بيقول لك اي عليه في الاول ايه؟ السفر مسافات ودتني وجابت. ما هي دي عمايل الطريق، ان انت وانت مسافر السفر بيودي ويجيب فيك، بيخليك تكتشف حاجات، تبصر بنفسك في حاجات، تشوف حاجات في نفسك، تحس مشاعر معينة، تتفتح حاجات قديمة كانت جواك انت ناسيها. بس كأن السفر بيجي يشيلك ويفتح كأنه كرواسون، طبقات عمال تفتح طبقات، رقات كده. عشان كده انا من تجربتي للسفر، اول مره اسافر لوحدي المره دي، لوحدي تماما، مش اللي هو لوحدي بعيده عن صحابي والعيله، لا، لوحدي من غير حد، ولا هنا في بلدي ماشيه معاه ولا في البلد الثانيه بتونس معاه غيري. فمن تجربتي هنا اقول انه السفر فعلا بيودي ويجيب فيك، لانه بيكشف لك حاجات في نفسك، مش بس بيخليك تستمتع بالبلد. طب هل كل الناس بتشوف السفر كده؟ لا. ليه؟ اللي اعرفه او اللي انا يعني وجهة نظري عن الموضوع، انه حتى لو كل الناس بتختبر ده، بس مش كل الناس بتنتبه انها بتختبر ده. يعني ممكن واحد يحس ان هو متعكنن وهو في السفريه، فيقعد يقول على نفسه ايه؟ هو انا كده ماليش في الفرحه، هو انا عدو الفرحه، انا كئيب وخزان احزان. وهو الحقيقه ان هو مش ملوش في الفرحه، هو في مشاعر حزن مثلا طلعت من جواه وهو في السكه وهو في الطريق، من غير ما يعمل حاجه، هي لوحدها طلعت، فهو ما عرفش يحتويها، فهو لبسها في ايه؟ في السفريه. لو مثلا حد يحصل له تحديات او حاجه ما تظبطش معاه، هو هيشوفها انه ايه؟ انه ما انا منحوس، بصي حتى لما هنا ما عرفتش اخد لي يومين، حتى مش عارفه ايه الناس بصلي فيها. دي ترجمته. مع انه ممكن تبقى وجهه نظر ايه تانية، انه هدي دماغك شويه، ماشي، وتفرج الرحله دي انت بتستقبل فيها ايه، انت بيحصل لك فيها ايه، في مواقف طلعت عشان ايه، اللي انت كنت مرتب له باظ ليه، عشان في حاجه تانية بتفتح. انت بس ماسك بدماغك انه عايز السفريه يحصل فيها كذا، عايز المكان اللي اقول عليه كذا الاقيه. حط خطتك، ماشي، بس سلم للخطه الاكبر ان هي توديك في الحته في الرحله الانسب، حتى لو ما كانتش على مزاجك. يعني انا طلع سفريه علشان تبقى مش على مزاجي هتبقى في جزء فيها كده، لو احتويته هتعرف توصل منه للجزء بتاعك. والسفريه على فكره في حاجه، سفريه زيها زي اي يوم انت عايشه، انت وانت في بيتكم مفيش مشاعر بتطلع تهب كده عليك فجاه، هي بالعكس، انت هنا بتمر باحداث جديده، فطبيعي ومنطقي ان يبقى في مشاعر جديده تطلع فجاه هي كمان. بس احنا عايزين السفريه تبقى هابي بس، مفيش غم، مش عايزين نكد، بنسميه نكد، مع ان انت لو احتويته خلاص هو هياخد وقته. ولو طلعت رساله الرحله ليك مش الهابي المرة دي بالنسبة الكبيرة، قد ما انه المعنى اللي يوصلك او الرسالة او الاحداث اللي بتوديك لمنطقة تانية جواك او براك، يبقى خير وبركة برضو. فاهمين؟ انا وجهة نظري عن السفرية دلوقتي او السفريات عموما، ان هي مش كلها، ليها طبقتين. طبقة خارجية، الاماكن اللي انت بتروحها
الحاجات الجديده اللي بتجربها، الاكل اللي بتاكله، الناس اللي بتشوفهم وبتتعرف عليهم كده. في طبقه تانية داخليه، الطبقه دي بقى ايه؟ المشاعر اللي هي البيهايند ذا سين من المشهد الخارجي ده، يعني ورا الفندق اللي انت حجزته، ورا المكان اللي انت عملته، ورا الاكل اللي كلته، في بقى جانب شعوري، في المشاعر بتاعه الشخص اللي سافر، في الحاجات اللي ظهرت جواك وانت بتسافر. لما هو قال لك السفر مسافات ودتني وجابت، يعني ايه؟ يعني هي مش بس ودتني وجابت على الارض ان هو رحت ورجعت، لا، هي ودت فيا حاجات وجابت فيا حاجات، جابت لي حاجات، ودت مني مشاعر او طلعت مني مشاعر وجابت لي مشاعر. فهي خدت منك حاجه وادتك حاجه. فالناس اللي شبهي هيكتشفوا ان السفر فيه حالين: حال خارجي اكتيفيتي بره وايقاع خارجي على الارض، وحال شعوري وانت جوه الرحله. لو انت بتنتبه لمشاعرك هيساعدك ان انت تبقى عارف الاتنين. لو انت هتبص بره بس هتبقى عايز تجنور المشاعر اللي بتطلع، عايز تكنسلها عشان تعرف تنبسط، عشان انت كاتب عليها ان دي بتبوظ الرحله. والحقيقه ان هو ده اللي بيبوظ الرحله، ان انت مش عاوز المشاعر دي تيجي، ان انت عايز الهابي بس. او هنقعد بقى نقول الدنيا والناس اللي معانا كانوا مش حلوين، والفندق كان مش عارفه غلس في ايه، مع انه ممكن نشوف انه الخير. يعني مثلا لما جيت اسكن في الفندق بتاعي، انا كنت عايزه اسكن في الدور السابع، وبعدين فجأة كده قلت، حسيت جوايا ايه، لا انا عايزه اشوف هم هيسكنوني فين. يعني مش هم لا، حسيت انه في رقم الدور هيبقى هو كمان خطه الهيه كده، الدور بتاعي مش هيبقى صدفه. فطلعوا ان هم مسكنيني في الدور التاسع. اول ما خدت قلت عالي زياده، انا عايزه اقرب شويه ابقى وسط كده. بس بعدين حسيت انه سلمي انه الدور مش لازم يبقى بالملي زي ما انت مش عارفه ايه، وعندي اوبشن ان انا اعبر واشوف هل متاح الدور السابع ولا لا. بس انا حسيت ان انا عايزه امشي مع عايز اشوف انا مرسوم لي ايه. ولقيت ان الروم بتاعتي كمان رقمها فيه 9 و10، اللي هو ايه، احنا بنقفل وبنفتح. فده جزء من المعنى بتاع السفريه، وده الفعل اللي انا عشته. حاجات بتنتهي، حاجات بتفتح، استقبالات جديده ونهايات بتحصل، كشف قديم لحاجات نسياها، كأنك قلبت في أرض كده قديمة، وحاجات جديدة استقبلتها ما كنتش استقبلتها، ولا حد في الدايرة بتاعتي كان متوقع ان انا استقبلها او انها تحصل، فاهمين؟ فجزء من المعنى لما بتركز بقى ايه اللي بيحصل لك، مش بس تضايق منه، تبدأ تشوف هو ايه اللي وراه. يعني حتى الارقام بتقول حاجة، حتى الناس اللي بتظهر، حتى السلوكيات بتاعتهم، كلهم بيحاولوا يفهموك او يدوك كده استشعار انه ايه، انه خلي بالك الرحله بتاعتك دي في التراك ده، في الدايره دي، في المنطقه دي. فتبقى متفهم حتى لو انت متضايق انه هي ليه ما فيهاش الحاجات التانية. بس ده في الحياه عموما على فكره، مش بس في السفريه. يعني انت وانت في يومك العادي لو بصيت على يومك بنفس الطريقه هتلاقي نفسك عارف تشوف المعنى اللي ربنا عايز يبعته لك في الحاجه، مش بس المعنى اللي انت عايزه بدماغك. ولما بتشوفه بتتفهم الاحداث حتى لو انت متضايق فيها، خليك تعرف تفهمها اكتر. بس اشوفكم على خير.